في البداية حابب أعتذر على الأسماء الكورية الصعبة ونطقها، بس في أغلب الأحوال يعني هنعرف نجمع الدنيا سوا وندخل للحكاية بتاعتنا اللي في وقت من أوقات الشتاء بيكون في واحد ماشي بالعربية بتاعته على طريق فاضي بالليل، وبيلاقي العربية بتاعت واحدة واقفة لوحدها في الضلمة لأن العربية بتاعتها عطلانة، واللي بتكون في العربية دي واحدة اسمها جوين، ووقتها بتكون بتكلم خطيبها، وبنعرف من المكالمة إن خطيبها ده اسمه كيم سو أو كيم يعني، وكيم ده يبقى عميل خاص في جهاز أمن كبير في كوريا. ووقتها كيم بيعتذر من جوين بسبب إنه مش هيعرف يقضي معاها عيد ميلادها بسبب شغله، وفي الوقت ده بيكون الشخص اللي ساق العربية نزل منها وراح على عربية جوين وسألها عن سبب وقفتها في المكان المقطوع ده، وبنعرف منه إن اسمه جانج تشول. وقتها جوين بتقول له إن العربية بتاعتها عطلت هنا، ولكن هي كلمت الونش علشان خاطر يجي ويسحبها، وساعتها جانج عرض عليها المساعدة، ولكن جوين كانت مش موافقة وعمالة تقول له إن كلها ثواني والونش هيجي. وبعد ما خطيبها قال لها في التليفون اقفل عليك الإزاز وما ترديش عليه، جوين لقت جانج اختفى من قدامها تماما، بس العربية بتاعته ما كانتش راضية تتحرك. وفجأة وهي قاعدة جوين لقت جانج بيهجم عليها وهي في العربية وبيدخل لها العربية وبيفضل يضرب في دماغها بالشاكوش لحد ما تفقد الوعي، وبعد كده بياخدها على المخبأ بتاعه اللي بيكون عامل زي المسلخ بالظبط، وده بيوضح انه مش اول مره يعمل كده. وهناك جوين بتفوق وبتفضل تترجاه وبتقول له كمان انها حامل وانه كده لو قتلها هيكون بيقتل روحين مش روح واحده. ووقتها جانك بيتأثر شويه وبيسكت، وبعدين بيطلع السكينه وبيقطع رقبتها، وبعد ما بيخلص عليها بيفضل يفصل في جسمها ويحوله لحتت صغيره. سوري يعني انا مش هينفع اقول اوصاف صريحه هنا. وجانج شغال فيها، الخاتم اللي في ايد جوين بيطير من ايديها وبيستقر عند المصرف، بس مش بيكون ظاهر من المكان اللي جانج واقف فيه، فبيكمل الشغل اللي في ايديه عادي جدا. وبعد ما بيخلص جانج اللي هو بيعمله ده بيمسح الدم اللي على الارض والميه بتنزل في المصرف، والخاتم وقتها بيستخبى اكتر. وبعد الموضوع ده بحوالي يومين بيكون في شويه اطفال بيلعبوا جنب ارض معزوله شويه، وفي طفل منهم ماشي بيلاقي في كيس اسود فيه بواقي ودن بني ادم. وعلى بالليل الشرطه بتملى المكان لانها كانت بتدور على جو ين اللي مفقوده بقالها يومين. وقتها بيوصل رئيس المحققين جون وان ابو البنت المفقوده اللي هي جو ين، وبيكون خايف جدا اللي يلاقوا بنته ميته لانه كان على امل ان الودن دي تكون اتقطعت منها وهي عايشه. وبرضه بيوصل خطيب جو ين اللي هو كيم، وكلهم وصلوا على المكان اللي الشرطه بتدور فيه على اي حاجه تبع البنت المفقوده. فعلا في متطوع من اللي مع الشرطه بيكون بيدور في بحيره، ووقتها بيلاقي دماغ لواحده، فبيندم على الطب الشرعي وبيقول لهم على اللي شافه. وقتها بيحصل دوشه في المكان من كل اهالي المنطقه والصحافه اللي موجودين. وقبل ما الاب جون والعميل كيم يشوفوا الراس، الطب الشرعي بياخدوا الراس في صندوق وبيحاولوا انهم يخرجوا من المكان بسرعه، ولكن من الزحمه الصندوق وقع والراس خرجت قدام الاب وكيم، اللي وقتها الاثنين بيتصدموا من المنظر وبيتاكدوا ان جو ين اتقتلت. وبعد ما الطب الشرعي خلص شغله ودفنوا الجثه، كان كيم زعلان جدا على موت خطيبته، وبيحلف انه لما يلاقي القاتل يدوقه العذاب اللي عمره ما شافه، وقرر انه ياخد اجازه من الشغل لمده اسبوع. وعن طريق واحد صاحبه قدر يجيب كبسوله صغيره بتدخل جسم الانسان، ودي فيها GPS وكمان فيها مايك. وبعد كده راح قابل حماه او اللي كان حماه، وهما الاثنين عرفوا ان في مشتبهين فيهم في القضيه وان القاتل مش هيخرج منهم. وبياخد كيم ملفات المشتبه فيهم وبيمشي، ويفضل يقول انه يروح لواحد عشان خاطر يتاكد ان فيهم اللي قتل خطيبته ولا لا. وبيروح لاول واحد في بيته وبيضربه وبيربطه في الكرسي وبيوريه صورة عربية خطيبته، ولكن الراجل بيقول إن عمره ما شافها قبل كده. فكيم بيصدقه لأنه دور وراه في الشقة وما لقاش أي حاجة تقول إن هو ممكن يعمل كده، فبيضربه ضربة مؤذية جدا وبيبعته على المستشفى. وهنا بيعترف بجرائم هو كان عاملها زمان بس الحكومة ما كانش معاها دليل ضده. وبعدها راح للمتهم التاني وضربه برضه، وبعد ما اتكلم معاه اتأكد إنه مش هو القاتل وسابه ومشي، بس هو غالبا سابه بعد ما بقى شبه إنسان. والمتهم التالت اللي على قائمة كيم هو الأسطورة والملاك البريء جانج تشول، القاتل الحقيقي. وفي الوقت ده بيكون جانج ماشي في مكان فاضي لوحده، وبيلاقي بنت واقفه عند محطه الاتوبيس مستنيه حاجه تروحها، وقتها بيتدخل هو وبيعرض عليها انه يوصلها. والبنت في الاول بتكون رافضه، ولكن لما بتشوف انه سايق عربيه بتوصل الاطفال للمدرسه فبتطمن شويه وركبت معاه. وهنا بيحصل مشهد عظيم جدا جدا، ومن كتر ما هو حلو انا ممكن انزله على بيجي الفيسبوك اللي لينكها في الكومنتات تحت وبدخلوا شوفوه، وكمان ممكن انزله على التليجرام. والبنت راكبه مع جانج، فجاه بيطلع حديده من معاه وبيضرب بيها البنت على دماغها لحد ما بيغمى عليها، وبياخدها على المذبح البشري بتاعه وبيحطها تحت المقصلة وبيخلص عليها. تاني يوم بيكون كيم بدأ يدور على المتهم التالت اللي هو جانج، وبيروح البيت بتاعه على أساس إنه شغال في التأمينات، وهناك بيشوف أمه وأبوه وابنه وبيعرف إن جانج مش في البيت. ولكن وقتها بقى كيم بيشوف في البيت بتاع جانج حاجات كتيرة تدل انه شخص بيحب العنف، ومش بس عنف لا ده كمان بيحب الادوات البدائية. يعني مثلا لو عايز يخلص على حد بيستخدم حديدة بدل المسدس لانه شخص مختل عقليا وعايز يستمتع باكبر قدر من تعذيب ضحاياه. وبعد ما بيخلص كلام مع الام والاب بيروح لابن جانج وبيساله ممكن يلاقي ابوه فين. فوقتها الابن بيقول له على بيت مهجور شويه ابوه بيحب يقعد فيه. ولما كيم بيروح على البيت ده هناك بيلاقي شنط حريمي وجزم كتير جدا، وجانج اساسا مش متجوز، وبرضه محدش هياخد تذكار من واحده والتذكار ده يكون جزمه. فوقتها وهو في
البيت بيلاقي باب سر بيتفتح، ولما بيدخل بيلاقي نفسه في المطبخ بتاع جانج. ولكن قبل ما يدخل في المكان ده ويشوفه كويس بيلمح انعكاس معدن من عند المصرف، ووقتها بيلاقي الخاتم بتاع خطيبته موجود، ولما بيشوفه بينهار جدا. وتاني يوم بيكون جانج في الشغل بتاعه اللي هو انه بيوصل طلاب على بيوتهم، والطلاب دول تحديدا بنات. وبعد ما بيوصل كل البنات على البيت بتكون في بنت واحده معاه في العربيه لانها ساكنه بعيد، وبتكون البنت دي نايمه. وقتها احنا بنشوف ان كيم بعد ما عرف ان جانج هو القاتل ركب في العربيه بتاعته جهاز تتبع، وجانج بياخد البنت دي على مشتل غريب كده وبيحطها في حفره، وبيعرض عليها انها تحبه بجد، لان هو مش فاهم ليه الستات مش راضيه تحبه مع انه شخص كويس. وده طبعا جزء بسيط من المشاكل النفسيه اللي عند جانج. وبعد كده حاول جانج انه يغتصبها، ولكن قبل اي حاجه دخل كيم عليه المشتل، ولما جانج شافه قام وكان عايز يقتله، وفعلا حاول انه يوجه له كذا ضربه، ولكن كيم قدر انه يضربه ومسك كيسه وفضل يخنق فيه لحد ما جانج فقد الوعي. وبعدها طلع كيم الكبسوله اللي معاه وشربها لجانج وهو مغمى عليه. بعد شويه لما جانج بيفوق من اللي هو فيه بيلاقي نفسه لوحده في المشتل وجنبه ظرف فيه فلوس، فمش بيكون فاهم ايه اللي حصل، فبياخد الفلوس وبيطلع من مكانه. وطبعا لان في حد جاله على المكان المهجور ده يبقى اكيد يعني ان العربيه بتاعته فيها جهاز تتبع، ولما مش بيلاقي الجهاز ده بيطلع على الطريق يركب تاكسي. واخ على مشهد التاكسي، عظمه عظمه عظمه. ولما جانج بيركب التاكسي سواق التاكسي بيفضل يقول له انت محظوظ لان مفيش اي عربيه هتعدي من هنا قريب، وفضل يرغي معاه. ولما جانج بيبص على الراكب اللي قاعد ورا بيشوف انه بيحاول يخرج سكينه من ورا ظهره، فجانج بيطلع السكينه اللي معاه وبيقتل السواق وبيفضل يضرب في الراجل اللي قاعد ورا، وهو كمان بيتضرب بالسكينه والعربيه كلها بتتملي دم. وبسبب ان السواق مات فالعربيه بتعمل حادثه وبتدخل في شجره. ولما جانج نزل من العربيه فتح الشنطه بتاعتها، ووقتها لقى في الشنطه جثه وجنب منها شنطه، فبيستغرب جانج من سخريه القدر وبياخد شنطه الهدوم وبيمشي. ولما بيطلع الصبح بيروح على عياده علشان خاطر يخيط الجروح بتاعته، وهناك بيشوف الممرضه اللي عند الدكتور وبياخدها في اوضه وبيقول لها نفس الكلام اللي قاله للبنت اللي كان هيغتصبها، وبيأمر البنت انها تسمع كلامه والا هيقتلها. وكيم بيكون قاعد بره العياده بيسمع الحوار اللي داير بين جانج والممرضه من الكبسوله اللي في بطن جانج، وبيدخل بسرعه علشان يلحق الممرضه وبيضرب جانج. وجانج بياخد مشرط وبيحاول انه يقتل كيم، ولكن كيم بيمسك المشرط من قبل ما يدخل فيه وبيكمل ضرب بجانج، وبياخد المشرط منه وبيعذبه بأسوأ الطرق اللي مش هينفع اوصفها هنا لان هيحصل مشاكل. وبعد الموضوع ده بشويه بيصحى جانج في عربيه غريبه في موقف عربيات بعيد، وبيلاقي ان كل الجروح اللي في جسمه متخيطه ومتعقمه وكله تمام. فوقتها بيكون مستغرب من اللي بيحصل ومش بيكون فاهم الشاب اللي بيضربه ده عايز منه ايه. يعني لو كان عايز يقتله فكان قدامه بدل الفرصه 2، ولو كان عايز يحبسه فمعاه بدل الدليل 10، ولكن كل ده سايبه عايش وكمان بيعالجه. طبعا اللي مش فاهم من حضراتكم هو ليه بيعمل كده، فكيم عايز يعذب جانج، هو مش عايز يخلص عليه بسرعه، هو عايز يعذبه ويطلع عينه. وبعد كده جانج خد العربيه وطلع بيها على بيت واحد صاحبه اسمه تايجو، واختصارا للاسم هنقول جو. ومشهد صاحبه ده اقسم بالله عظمه، هو الفيلم كله عظيم، الفيلم كله مشاهد اسطوريه. ولما جانج بيوصل على بيت جو بيقعدوا ياكلوا هما الثلاثه اللي هما جانج وصاحبه جو ومرات جو. وهناك بنشوف ان جو زيه زي جانج ويمكن اسوأ، لان جانج قاتل ما عندوش رحمه، ولكن جو بقى عاشق ولهان لاكل اللحوم البشريه. وبيدور بينهم حوار لما كيم بيسمعه من الكبسوله بيعرف ان جو ناوي انه يقتل حد النهارده، ولانه وقتها بيكون قريب من البيت فبيدخل البيت بتاع جو. وساعتها جو بيسيب جانج انه يدخل يستريح وبيروح هو علشان خاطر يشوف هياكل ايه بكره، وبيفتح ثلاجه كده فيها اعضاء واطراف وبلاوي، ولكن مش بيلاقي اللي على الهواء، فبيروح لمكان ضلمه كده وبياخد منه بنت وبيطلع بيها علشان خاطر يعني انتوا فاهمين. لكن قبل ما جو يعمل اي حاجه في البنت دي بيظهر له كيم في المطبخ. وفي الدور اللي فوق بقى بيكون جانج قاعد عنده أرق وبيحاول انه يفهم مين الواد اللي عمال يلف وراه ده، وبيفتكر لما ضربه بالمشرط وهو مسكه منه بيفتكر ان كان في ايديه دبله، وبيرجع بالذاكره كده على اخر ضحاياه وبيفتكر انها نفس الدبله اللي كانت مع البنت اللي في اول الفيلم، وبيبدا انه يجمع الخيوط ببعضها. وفي المطبخ تحت كيم بيضرب جو وبيطلعوا صوت عالي جدا. بعدها كيم بيربط جو بسلسله من رقبته، وكان لسه هيقطع له ايديه دخل جانج عليهم وضرب عليه نار، ولكن مفيش حاجه جت فيه، وقدر كيم انه يهرب من الشباك ويطلع على الدور اللي فوق. وهو بيحاول انه ينزل من غير ما اي حد يشوفه بتيجي مرات جو بتحاول انها تهجم عليه، ولكن بيلحق نفسه وبيضربها وبيغمى عليها. وقبل ما يمشي بيجي جو نفسه وكان هيقتله بالسكينه، وقدر كيم انه يضربه في الحيطه، وبعدها نزل عليه بالحديده اللي كانت معاه وكان ناوي يخلص عليه. قبل ما بيخلص عليه بيسمع صوت جانج طالع على السلم بالسلاح، فبيرمي قدامه على الارض مسامير وبيستخبى. ولما بيمشي جانج على المسامير دي بيقع على الارض، وقتها بيدخل عليه كيم وبينزل فيه ضرب كل غل، لدرجه ان انا لما كنت بتفرج انا قلت ده اكيد مات. وبعد ما كيم بيخلص بياخد جانج معاه في العربيه علشان خاطر يعالجه في مكان خاص لانها كلها شويه وقت وهتيجي الشرطه على بيت جو. فعلا بياخده في مكان خاص كده وبيقدر انه يعالجه. وقتها بيكون معاه صاحبه اللي جاب له الكبسوله دي قبل كده، وقتها علشان خاطر يقتل الوقت ساله وقال له الكبسوله شغاله معاك ولا لا، فساعتها راح كيمر عشان خاطر يشوف اذا كان جانج صاحي وبيسمع الكلام ده ولا لا. ولما شاف جانج بيلاقي انه لسه متخدر، ولكن لما بيسيبه وبيمشي بنعرف ان جانج كان عامل نفسه نايم وسمع كل الكلام اللي دار وعرف موضوع الكبسوله ده.
وبعد شويه بيصحى جانج بيلاقي نفسه مرمي في نفق في مكان بعيد، فبيتكلم بصوت مسموع لانه عارف ان كيم سمعه ويقول له ان هو عارف اللعبه كلها وعارف موضوع الكبسوله، كمان عارف هو مين وتابع مين، وبيبدا انه يشتم خطيبه كيم اللي ماتت وبيوصف له حالتها لما قتلها، وبيحكي له كل ده وهو في الصيدليه بيجيب حاجات تساعده انه يخرج الكبسوله. ووقتها بيكون كيم بيسمع الكلام ده وهو متجنن. وبعد ما جانج بيخلص كلامه مع كيم بيطلع على الحمام عمومي علشان خاطر يطلع الكبسوله، وبعد ما خرجها وقبل ما يمشي بيقدر انه ينقل الكبسوله دي لواحد تاني وبيسرق العربيه وبيمشي بيها. ولما بيوصل كيم على الحمام هناك بيلاقي الكبسوله ولكن مش بيلاقي جانج، فوقتها بيعرف ان الاسد اللي كان مسيطر عليه علشان خاطر يعذبه دلوقتي الاسد ده ما بقاش تحت نظره ومش عارف هو ممكن يروح فين ولا يعمل ايه. ولما جانج بيركب العربيه بياخد التليفون اللي فيها وبيرن على الضابط اللي مسؤول عن قضيته وبيقول له ان هو هيسلم نفسه النهارده بس هيروح يعمل حاجه الاول. وفي المستشفى بتكون الشرطه موجوده مع جو ومراته لانهم لما خدوهم من البيت لقوا هناك بلاوي وبكده اتقبض عليهم. وبيعرف كيم انه يدخل لجو بالعافيه وبيساله عن مكان جانج او المكان اللي ممكن واحد بالجنون ده يروحه. وقتها جو بيقول له بعد كل التعذيب اللي عملته فيه ده بسبب بنت واحده من قرايبك فاحسن حل ليه علشان خاطر يرد لك التعذيب ده هو انه يكمل على باقي قرايبك ويقتلهم كلهم. وبيضحك على كيم وعلى حل. فوقتها كيم بيتعصب وبيمسك بقه وبيفشخ له فكه حرفيا وبيسيبه وبيمشي. وبيرن على واحد صاحبه تبع الشرطه وصاحبه ده بيقول له على المكالمه اللي جات للظابط وبيكمل وبيقول له انهم لما فضلوا يراقبوا المكالمه دي لقوها جايه من مدينه معينه. ولما كيم بيسمع اسم المدينه بيعرف على طول ان جانج حاليا رايح على بيت حماه واخت خطيبته لانهم هم دول اهله لان هو مقطوع من شجره. فبيطلع يجري بالعربيه على بيت حماه وهو في السكه لان الطريق طويل بيحاول انه يرن على حماه بس قبل ما يرد على التليفون بيخبط عليه جانج كانه ساعي البريد فمش بيرد على كيم. وقتها كيم بيرن على الظابط المسؤول وبيقول له على اللي حصل وعلى خطه جانج. الظابط بيتعصب جدا من حاجه زي كده وبيأمر ان اقرب ظابط في المنطقه يروح على بيت حما كيم. وبعد شويه وقت بيكون جانج طالع من اوضه في بيت حما كيم وبيتمشى عادي جدا وده لان الراجل نايم على الارض في المطبخ ومضروب وبينزف بغزاره. وبعدها بياخد حاجه حديد كده وبيكمل عليه ضرب. وبعد شويه بتوصل بنت الراجل واخت خطيبه كيم على البيت ووقتها بتشوف ان البيت مكركب وفي حاجه غريبه وقبل ما تشوف ابوها بتسمع صوت جانج. وبعد شويه بيوصل كيم على بيت حماه ووقتها بيكون الضابط المسؤول متعصب جدا وبيضربه بسبب غبائه. ولما بيدخل لحماه بيعرف انه بيموت وراسه بتكون متهشمه. وبعدها بشويه بتيجي مكالمه للضابط من جانج وجانج بيطلب من الضابط انه يديه كيم يكلمه. ووقتها جانج بيضحك على كيم وبيقول له ان هو دلوقتي خسره كل حاجه وانه كان احسن حل يعمله هو انه كان قتله من اول مره جه تحت ايديه. وبعدها بنشوف ان اخت خطيبه كيم مرميه في الزباله وهي ملفوفه في الحاف ومذبوحه. ونسير الاحداث كده بيكون حاليا هو الميعاد اللي المفروض جانج يسلم نفسه فيه. فبيروح الضباط وكل اللي معاه على المكان اللي جانج اتفق معاهم عليه وبيحاول برضه كيم انه يوصل هناك علشان خاطر يوصل لجانج قبل ما الشرطه تقبض عليه. لما بيوصل جانج على مكان تسليم نفسه وبينزل من العربيه وهو معاه سكينه في نص الشارع وقبل ما الشرطه تتدخل وتمسكه بيجي كيم بالعربيه بتاعته وبيخطفه وبيدخله جوه وبيهرب من المكان. في المذبح بتاع جانج كيم بيحط جانج تحت المقصله وبيتكلم معاه وبيقول له انه ما كانش ينفع يقلل منه. وبعدها بيحط السيجاره اللي كانت معاه في عين جانج وبعدها بالمفك في خده وبيطلعه من الناحيه الثانيه. وبعدها فضل كيم يتكلم مع جانج ويحاول انه يخليه يندم على اللي عمله ولكن وقتها جانج قال له انا لو بحس بالندم والحزن كان زمان وقفت اللي بعمله ده بعد اول ضحيه وان لو كان عندي مشاعر الندم والخوف ما كنتش كملت بعدها. فبيفهم كيم ان جانج ما فيش منه امل وبيربط حبل المقصله في أكرة الباب والطرف الثاني من الحبل بيكون في بق جانج يعني لو حد شد الباب بقوه شويه الحبل اللي في بق جانج هيقع ووقتها المقصله هتقع عليه. وبيسيب الكبسوله جنبه وبيقوم يمشي من المكان وده لانه كان رانن على عيله جانج وقال لهم يجوا على المكان ده بسرعه. وبيكون حاطط السماعه في ودنه وبيسمع اللي بيحصل من الكبسوله علشان خاطر لو جانج عاش يرجع يقتله. ولما العيله بتوصل على الباب الاب بيسمع صوت ابنه جوه وهو بيتقلب وابن جانج بيسمع صوت ابوه ومحدش بيكون فاهم اي حاجه. فابو جانج بيقدر ان هو يستعيد قوته ويفتح الباب. وقتها المقصله بتنزل على دماغ جانج وبتشيلها من مكانها. ولما كيم بيسمع صراخ عيله جانج وقتها بينهار من البكا لان الانتقام مش بيطفي نار الفراق وبعد كل اللي هو عمله ده هو مش هيرجع حد من اللي مات. وبس على كده بيخلص الفيلم. والسينما الكوريه دي بصراحه حاجه بسكويت يعني باذن الله هننزل شويه ملخصات كوريه هنا على القناه حاجه فاخر من الاخر. ويا ريت يا جدعان لو عندكم وقت تبقوا تتفرجوا على الفيلم ده لان القصه حاجه والتمثيل اللي في الفيلم والاجواء حاجه تانية خالص ومليون في الميه هتستمتعوا من مشاهده الفيلم ده. الفيلم من كتر ما هو حلو انا بفكر ارفعه لكم على تليجرام علشان خاطر تشوفوه. المهم ان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير للقناه وتشتركوا في القناه علشان خاطر نوصل ل 2000 مشترك. ولو بتحبوا الجرائم الغامضه والاحداث الغريبه يبقى يا ريت تشتركوا في قناه سلفاتور لان عليها فيديوهات هتعجبكم جدا ان شاء الله. اللي جاي عليها هيكون كتير برضه. وبس على كده.